فالعالم كله تحت رحمة رب العالمين يعني. شهر شهرين ثلاثة بدون مصاري، بدون دعم مساعدة من أي حدا. بتلك الكلمات يحاول فاروق وهو أحد أهالي عفرين شرح الصعوبات التي تعترض معيشتهم اليومية داخل المدينة بعيد سيطرة الفصائل الإسلامية والجيش التركي عليها. 4 أشهر من التوقف عن العمل هي حال معظم العفرينيين ليفقدوا خلالها ما كانوا يدخرونه من أموال، مع توقف جميع الأعمال الصناعية والزراعية التي تشكل موردا هاما للمنطقة، وفق ما يشرحه فاروق لبرشاف اف ام. توقف في عفرين إن كان تجارة وكان عقارات أو كان شغل، أي شغل مدني وحتى ورشات صناعية، كلها شغل توقف في عفرين كله يعني. الموسم مثلا موسم الفواكه كله واقف، ما عم بيشيلوا. القمح حاليا واقف يعني، ما بيشال، حتى موسم القمح واقف. إلى جانب فقدانهم أعمالهم، يبدو أن ممارسات ممنهجة تساهم في إفقار أهالي المنطقة، وفق ما يراه المحامي حسين نعسو العضو الإداري في الهيئة القانونية الكردية، وهي تتلخص في السرقة والسلب والنهب ومنع الأهالي من مزاولة أعمالهم الزراعية وسرقة المعامل والمصانع التي كانت موجودة في عفرين، إضافة إلى عمليات التشبيح والابتزاز في رحلة النزوح والعودة إلى عفرين، ودفعه لبيع ممتلكاته الخاصة من منزل وأراضي زراعية، بغية شرعنة وقوننة عمليات التغيير الديموغرافي القومي التي تجرى الآن في منطقة عفرين. ومع تضاعف المصاعب التي تعترض العفريني الراغب في البقاء على أرض آبائه وأجداده، تتجدد الدعوة إلى حل إسعافي سريع قد يساهم في دعم صمود المتبقين هناك عبر تقديم يد العون لهم. لذلك أطلقنا مناشدة سريعة بأنه على المواطنين المغتربين الكرد من أهالي عفرين في الدول الجوار السوري والأوروبية المبادرة وبشكل فردي وسريع كإجراء إسعافي لدعم أهاليهم بالمال، بغية مدهم بأسباب البقاء والصمود في المنطقة. فقدان العفرينيين أعمالهم التي كانوا يؤدونها قبل الحرب هم جديد يضاف لكاهلهم المثقل أساسا بهم قراهم المدمرة وأهلها الذين لا يزال الكثير منهم بلا مأوى وكأنهم غرباء على أرضهم. أحمد قطمة، برشاف اف ام.